طالع اليوم لحتى أشكر لبنان وشعب لبنان اللي عم بيوقف مع السوريين قلبا وقالبا لما بيحرقوا طفل سوري عمره 15 سنة، طفل أبوه متوفي وعم بيساعد أهله. أنا باختصار بس بدي أحكي نحن السوريين شو عملنا بلبنان لحتى هيك عم تعملوا فينا. نحن مالنا طالعين على لبنان سياحة ولا طالعين مبسوطين بلبنان، بس حسبي الله ونعم الوكيل. عن جد لما تعملوا هيك مع السوريين حسبي الله ونعم الوكيل. لما تذلوا السوريين ببلدكم، لما تعاملوهم معاملة قذرة بكل معنى الكلمة، لما طفل ينحرق شو ما كانت المشكلة، شو ما كان السبب، ما توصل لحتى تحرق طفل عم بيساعد أهله وأبوه متوفي. بس بدي أقول شغلة صغيرة. تذكروا لما جيتوا على سوريا بال2006 كيف عملناكم. تذكروا كيف فتحنا لكم بيوتنا، كيف اعتبرناكم أخواتنا. طبعا أنا ما راح أعمم، لأنه في منكم ناس منيحة، في منكم ناس محترمة، بس للأسف عدد قليل كتير منكم والباقي كله مو منيح. طبعا بكل بلد ما بيخلى منا المنيح والعاطل، بس للأسف إنه بلبنان الأكترية مو مناح لما نحن نعتبر جيران هيك عم تعملوا فينا. لما نحن قدمنا لكم كل خير وانتم هيك عم تعملوا فينا. ما رح أقول غير الله يصبر قلب أمه للولد اللي انحرق. ما رح أقول غير كلمة كما تدين تدان. وأكيد بكرة رح تعرفوا معنى هاي الكلمة، رح تعرفوا معناتها لما نرجع على بلدنا، لما سوريا ترجع أحسن رح تعرفوا شو معنات هاي الكلمة. ورجع بقلكن إنه إحنا مالنا مبسوطين ببلدكم، رغم إنه أنا مالي بلبنان، والحمد لله إنه أنا مالي بلبنان، وبشكر الله إنه أنا مالي بلبنان. أنا ببلد عربي عم بعملنا كتير معاملة منيحة، عم بيعتبرنا أخواته. أنا قاعد بمصر عم بتعامل كتير معاملة منيحة وما حدا غلط فيني. إلي بمصر أكتر من 4 سنين وما حدا غلط فيني، ولا حدا قال لي كلمة مو منيحة، لأنه شعب طيب وشعب منيح. بس انتو عن جد يعني شعب شو ما راح أقول راح يكون قليل عليكم. شو ما راح أقول عن جد راح يكون قليل عليكم. ما راح أقلكم غير شكرا على كل شي عم تعملوه، على كل شي عم تعملوه مع كل واحد سوري. تذكروا كيف كنتوا عنا. ما راح أقول أكثر. راح أقول كمان آخر شي، راح أقول بس كلمة صغيرة. يا حيف نحن العرب هيك يصير فينا. يا حيف نحن لما نكون كلياتنا عرب وهيك عم نعمل ببعض، وبرا بأوروبا عم بيعاملوا العرب معاملة ما في أحسن منها. يا حيف شو عم يصير فينا. ما رح أقول أكتر من هيك، لأنه عن جد أنا مصدوم لما بشوف صور طفل محروق. لما بشوف طفل كان عم بعين أهله رغم إنه هو طفل وعم تحرقوه. أنا كل مرة بفتح اليوتيوب بلاقي كتير فيديوهات عن المعاملة السيئة بلبنان للسوريين، بس ما كنت متخيل إنه توصل لهالدرجة. ما كنت متخيل إنه توصل لدرجة إنه تحرقوا طفل. ما راح أقول غير حسب الله ونعم الوكيل.